ناس كتير قوي سالوني ازاي انضف البوتاجاز بتاعي من اول الحوامل لحد العيون لحد الفرن لحد باب الفرن لحد الاوكر. هنعمل ازاي الفيديو ده شامل اللي انا هعلمكم ازاي تنضفوا كل الحاجات ديت. بس في البدايه كده صلي على النبي في كومنت واعمل لي شير واعمل لي لايك عشان الفيديو مهم جدا، واعمل حفظ فيديو ده ليك انت بقى. تعالى معايا. الحوامل دي فيها اتساخ او العيون دي فيها اتساخ، انا هقول لك تنضفها ازاي. هتشيل الثلاث حوامل تحطهم في الفرن وتشغلهم على 20 دقيقه وتسيبك منهم خالص. وتعالى هتشغل الخمس عيون دول كلهم يولعوا لمده 10 دقائق بالظبط، وبعد كده هتشيلهم تحطهم في الحوض وتشيل الحوامل بعد ما تسخن وتحطهم في الحوض معاهم. طيب احنا كده عندنا الحوامل والعيون في الحوض، هنعمل فيهم ايه؟ هننزل عليهم بمزيل دهون وهم سخنين، هتلاقي كل ده اتفور، وبعد كده ميه سخنه، بعد كده شطفه صغيره، هتلاقي كل ده رجع جديد تاني. طيب عندنا باب الفرن ازاي ننضفه؟ احنا عندنا هنا في مسمار صليبه وعندنا هنا في مسمار صليبه، يبقى احنا عندنا 4 مسامير. هنيجي في اي جنب منهم، مثلا نخش على الجنب اللي جوه ده، هنبتدي نفك الايه؟ المسمارين دول. طيب اهم حاجه في الزجاج الحراري ما يتخبطش مني من اي جنب من الجوانب خالص، او يشتغل وهو سخن. يعني ايه يشتغل؟ يعني يجي عليه ميه وبعد كده يسخن ممكن يفرقع مني. طب انا فكيت الجنبين دول، مش لازم انا افك الاربعه. هاجي هنا وهبتدي اطلعه باي حاجه رفيعه مثلا او بايديا كده. شلت الازاز، يبقى انا هنضف الازاز ده في الحوض، والازاز اللي جوه ده هيتنضف عادي وهو مكانه. وبعد كده هاجي هحط الايه؟ هحط الزجاج تاني وهبتدي اربط المسمارين بتوعي تاني ايه؟ عليه. كده احنا عرفنا التنظيف بتاع الايه؟ بتاع الفرن، بتاع باب الفرن. طب تعالى نعرف تنظيف الفرن بقى. بعد ما شلت الحوامل والفرن سخن، الفرن دلوقتي عندي سخن جوه خالص، هعمل ايه؟ هرش عليه سيترس وهو سخن، وهاجي بحته وكل دوت يتلمع. هتلاقي الدهون بتروح معاك في ثانيه، السخونيه بتودي الدهون في ثانيه الا ثانيه. طيب احنا عرفنا البوتاجاز يتصلح ازاي ويتنضف ازاي. انا عايزك بقى تعمل لي لايك وتعمل لي شير، ما تنسانيش عشان ده بيفرق معايا كتير. سلام.